شهدت مباراة أولمبيك آسفي واتحاد العاصمة الجزائري في نصف نهائي كأس الكونفدرالية الإفريقية جدلا واسعا بعد ظهور اللاعب الجزائري هواري فرحاني بدون العلم المغربي على قميصه خلافا لباقي زملائه. وقد أدى اللاعب أطوار الشوط الأول على هذه الحال، ما أثار تساؤلات عديدة حول أسبابها وتوقيتها وحيثياتها. وقد أعادت هذه الواقعة للأذهان حادثة مشابهة تخص اللاعب الجزائري يسري بوزوق مع الرجاء الرياضي سنة 2024، والتي انتهت بمغادرة اللاعب للفريق البيضاوي. وحسب مصادر إعلامية مغربية، فإن محمد الحيداوي رئيس أولمبيك آسفي نزل إلى غرفة تبديل الملابس مباشرة بعد انتهاء الشوط الأول ليفرض على اللاعب الجزائري ارتداء قميص بالعلم المغربي في الشوط الثاني. وتسلط هذه الحادثة الضوء مجددا على إشكالية تداخل الرياضة بالاعتبارات السياسية في المنافسات الإفريقية، في انتظار توضيح رسمي من النادي أو اللاعب حول ملابسات ما حدث.